عايز تعرف ايه اللي ممكن يحصل لما يرن تليفونك في نص الليل؟ اعمل لايك واشترك في القناة وتعال نغوص مع بعض في الرعب. الساعة كانت 3 الفجر. ليزا كانت نايمة في سريرها. فجأة تليفونها بيرن من رقم غريب. ليزا فتحت عينيها بخوف ومدت ايدها تاخد الموبايل. ردت وهي مترددة، ده رقم غريب. قالت الو. سمعت صوت همسات مرعبة. الأصوات بدأت تنادي باسمها: ليزا، أنا شايفك. قفلت بسرعة وقلبها بيدق من الرعب. التليفون رن تاني بنفس الرقم وهي مش عارفة تتصرف. أمها دخلت عليها الأوضة مستغربة. ليزا قالت لها: في حد بيكلمني. الأم ردت على المكالمة بنفسها وسمعت صوت بيقول: بنتك مش هتكمل السنة دي. الأم راحت حكت للأب. الأب اتصل بالشرطة وركب جهاز تتبع للمكالمات. التتبع وصل الشرطة لبيت مهجور على أطراف المدينة. دخلوا البيت ولقوا صور ليزا متصورة من ورا الشباك، ولقوا هدومها القديمة متخزنة في صندوق، وحاجات كتير من بيتهم موجودة في المكان ده. والمفاجأة إن اللي ورا كل ده كان جارهم القديم، راجل كده غريب الأطوار. الراجل اعترف إنه بيراقبها من شهور وكان ناوي يخطفها في أقرب فرصة. من ساعة الحادثة دي وليزا بقت مرعوبة من أي رن التليفون، وقالت الأشباح مش أخطر من البشر. أما القصة التانية كانت بنت اسمها مريم. الساعة كانت متأخرة. مريم وصاحبتها قاعدة بتلعب، قرر تسيب رسالة على التليفون الأرضي كأنها نكتة. سابوا التليفون على السبيكر وضحكوا مستنيين الرسالة تتسجل. بدل ما الرسالة تشتغل حد رد عليهم وقال ألو. الصوت كان غريب وبارد وفي حاجة مخيفة مش بتتفهم. الراجل قال ما كانش المفروض تتصلي، وبعدها سمعوا صوت خبط جامد والمكالمة اتقفلت. البنات دخلوا في حالة هلع، جربوا يقفلوا كل الأبواب والشبابيك مرتين و3. أهل صاحبة مريم رجعوا بسرعة ولقوا التليفون الأرضي مكسور ومتعلق على الحيطة، والأوضة متبهدلة كأن حد فتش كل حاجة. لكن مفيش حاجة اتسرقت، بس كان واضح إن في حد دخل ولعب في الأدراج، وده سبب فوضى كبيرة في المكان. مريم بعدها أصبحت مهووسة إنها تتأكد من كل باب وشباك قبل ما تنام. قبل الحكاية دي في نفس اليوم مريم دخلت بيتها بس عشان تجيب كراسة، وما قدرتش تكمل تدخل أوضتها من الرعب اللي حست بيه. وبترجع تقول يمكن إحساسي كان صح، لو كنت كملت جوه يمكن ما كنتش خرجت. أما بقى القصة التالتة كانت عن سمر. الساعة كانت بدري حوالي 6 الصبح. سمر كانت نايمة لسه ونغمات الموبايل صحتها من النوم. ردت كده وهي نايمة وقالت ألو، والصوت رد عليها وكان شبه صوت حبيبها. الصوت بدأ يمدحها ويقول لها كلام جميل ويوصف لبسها اللي كانت لابساه الأسبوع اللي فات. سمر استغربت وسألته: هو أنت فين؟ مش أنت المفروض إنك مسافر؟ الراجل في التليفون قال لها: لا، أنا هاجي النهاردة ونفسي أشوفك. فجأة جالها رسالة من حبيبها الحقيقي، قال لها: أنا في المترو ورايح الشغل دلوقتي. سمر أدركت إن اللي بيكلمها شخص تاني. قفلت وحست برعب حقيقي. الراجل التاني رجع يتصل وقال اسمه مايكل، وادعى إن هما اتقابلوا زمان، مع إن رقم سمر كان جديد وقتها. مايكل كان عارف تفاصيل صغيرة عن سمر، لبسها، شكلها، وحاجات حصلت آخر ويك إند، وده خلى سمر تصحي مامتها فورا. الأم بلغت الشرطة وفتحت محضر وغيرت رقم سمر. الشرطة اتبعت الخيوط والكلام اللي اتقال، وطلع ان في واحد بيصور من الشارع وبيتتبعها، وفي الاخر قبضوا عليه. كان راجل قريب جدا من منطقتهم. سمر بعدها ما استوعبتش انها كانت ضحية متابعة، بس بدلت حياتها وقالت اكتر حاجة تخوف ان حد يراقبك وانت مش واخد بالك. 3 بنات، 3 مكالمات، و3 كوابيس اتخطف منهم الاحساس بالامان. لو كنت مكان واحدة فيهم هتتصرف ازاي؟ تواجه ولا تكتم الموضوع ولا تتصل بالشرطة؟